أنا وصلت المكان الوحيد في مصر اللي بيجمع بين البيت النوبي والفندق الفايف ستارز. تعالوا أخدكم في جولة ونتفرج عليه سوا مع بعض. واحد من أجمل الأماكن اللي تيجي تقعد فيها هنا في أسوان، وليه طابع مختلف ومميز جدا. وأحلى طبعا ميزة إن هو بيجمع بين الفندق الفايف ستارز والبيت النوبي. زي ما انتم عارفين البيوت النوبية دي عبارة عن جيست هاوس، هو اللي بيقوم عليه الخدمات بتاعتها أهل النوبة. فبيكون في بعض الحاجات بتاعت الفندق الفايف ستارز بالتفاصيل بتاعته، بالحاجات اللكجيريوس بتكون منقوصه فيه. في حاجات طبعا زي برضو الطريق الدخول لحد ما توصل لغرب سهيل والحاجات ديت. فهنا حلوا معظم الحاجات دي للناس اللي بيتارجتوا او عايزين حاجه لكجيريوس ما فيهاش تعب، وعاوزين يعيشوا حياه كده مميزه. فتعالوا بقى افرجكم على المكان. زي ما انتم شايفين انا اصلا بتمشى دلوقتي، واجمل ميزه فيه ان هو فيه 45 اوضه وسويت كلهم على النيل مباشره. زي ما انتم شايفين ده يبقى الروم بتاعتك، وكل الرومز هتلاقي قدامها النيل على طول. فتجربه مميزه. وهتلاقي بيكون في التيرس بتاعك بره، والبلكونه تقدر تقعد هنا وتطلع وتشرب الشاي بتاعك. وشايفين في كل مكان في زرع وخضار، وعلى طول وراك النيل. فمميزة جدا وفيها تفاصيل بقى كتير هنستكشفها دلوقتي سوا مع بعض. تعالوا دلوقتي بقى افرجكم على شكل الغرف هنا عاملة ازاي. وده بقى الروم بتاعتنا. تعالوا كده اول ما بتفتح الباب بتلاقي هنا بقى ايه ده شكل الروم. والديزاين بتاعها بصراحة يعني مميز جدا، وكل التفاصيل اللي هتلاقيها في الروم اللي بتجمع بين الطراز النوبي والتراث بتاعهم في كل تفصيلة هنا. غير بقى المسات اللكجيريوس والفايف ستارز اوتيل ما تبقى قاعد فيها وتلاقي فيه اللمسات بقى في كل حاجة. بس اجمل حاجة بقى تعالوا بقى نشوف هنا الشكل الفيو سريعا. ده كده ما تفتح البلكونة بتاعتك تقعد هنا في البلكونة وقدامك النيل على طول، وزي ما انتم سامعين صوت العصافير وخضرة وفي كل مكان. لحد بقى ما هنا تطلع كده تتمشى تلاقي بقى ايه لاندسكيب خضرة كل حاجة لحد ما توصل على النيل وتشوف بقى اجمل فيو يعني على النيل. مفيش احلى من كده الحقيقة. ف يعني من كتر حماسي انا طلعتكم بره قبل ما نخش نشوف بقيه الروم يعني. فتعالوا بقى نكمل. شايفين شكل الديزاين في كل مكان، تفاصيل اللي موجوده فيه والالوان والكونتراست ما بينها بصراحه حاجه يعني مفيش احلى من كده. تعالوا بقى ندخل جوه تاني. ده بيكون فيه طبعا شاشه سكرين، وده هنا المرايه، وتلاقي هنا في التلاجة بتاعتك. وهنا بقى تطلع كده درجتين سلم وتلاقي الحمام الثاني اللي هو فيه تفاصيل صغيرة كده تلاقيش غير في اوتيلات الفايف ستارز. فبصراحة وطبعا التكييف المركزي وكل حاجة. هتلاقي بقى حاطين لك لوحات حاجات من التراث النوبي. هتلاقي هنا بقى حاطين لك طبعا الكاتل وحاجات المية وهكذا. بس فدي كده جولة سريعة على داخل الروم بتاعتك في الأوتيل. وأجمل حاجة إيه بقى إن هو هنا عبارة عن 45 غرفة. 45 غرفة كلهم زي الغرفة دي بيبصوا على النيل. يعني مفيش غرفة في المكان في الأوتيل ده كله غير ما تكون بتشوف نفس الفيو على النيل. فحاجة بصراحة مميزة قوي. وكل غرفة بتلاقي فيه اختلاف كده، عاملين فيها لمسة في الديزاين في الشكل مختلفة. فبتديك كده طابع يعني بصراحة راحة نفسية. واجمل حاجة بقى يعني غير ما احنا شفنا الروم دلوقتي، عاملين هنا ممشى. يعني تقدر تقول ممشى اهل النوبة مثلا. فممشى على النيل، والتفاصيل بقى الصغيرة اللي بقولكم اللي انت مش هتلاقيها غير في الاوتيلات الكبيرة. تلاقي مثلا مشغلين ميوزك صغيرة كده صوتها هادي مريحة كده لأعصابك وانت بتتمشى وسط الخضار ده والزرع ونيل جبال والصحراء. فيعني ميكس اللي مش هتلاقيه في اي مكان تاني. واجمل حاجة بقى ان المكان ده هو اصلا في اسوان. يعني هو على الستايل النوبي ولكنه في اوتيل سونيستا النوبة في اسوان. تعالوا بقى نكمل جولة فيه ونتفرج على بقية الاوتيل عامل ازاي. واجمل حاجة بقى اللي بتتميز هنا في المكان عن اي مكان تاني
يعني كل بيوت النوبة والبيوت اللي على الطراز النوبي هي بيكون بيوت بسيطة، اهلها هم اللي بيعملوا الخدمة فيها. لكن هنا لما انت بتقعد في بيت نوبي 5 ستارز بجد، بيبقى في حاجات مختلفة مش هتلاقيها في اي مكان تاني نوبي يعني. فمن الحاجات المميزة جدا هنا هو البول الموجود في الاوتيل، وكمان ده يعتبر اكبر انفينيتي بول موجودة في اسوان كلها. فيعني تخيل تنزل في البول ده وانت وراك النيل والمنظر ده، يعني بصراحة حاجة مفيش احلى من كده. ولو جيت معايا بقى هنا كده ورجعنا شوية، هتلاقي في هنا جاكوزي. يعني انت واخد اكسبيرينس النوبة ودلع الفايف ستارز، يعني بصراحة مفيش اجمل من كده. وكمان بالذات بقى لو نزلت بقى يعني وقت الغروب او حاجة، فالموضوع هيبقى مميز جدا في سونيستا النوبة. بصراحة يعني تجربة عجبتني، يعني هم عملوا فكرة جديدة وعوضوا كده نقطة كانت منقوصة في التجربة النوبية، طبعا اللي احنا بنحبها جدا وليها تجربة طبعا مميزة. ولكن ده عمل جزء معين للناس اللي بتبقى عايزة الاوتيلات اللكجيريوس وفي نفس الوقت يجربوا التجربة النوبية. غير ان احنا شايفين هنا الجاكوزي، هنا بقى انت ممكن تفطر وتتغدى المنظر ده على النيل، غير طبعا الممشى. فكمان القعدة هنا لوحدها قمة في الاسترخاء كده. تعالوا بقى نشوف هناك كده. هتلاقي هنا بيكون موجود الروم بتاعت المساج وجنبها الستيم، فعندك كل الخدمات الفندقية اللي تتخيلها او انت محتاجها هتلاقيها موجودة هنا. انت بقى عاوز تمارس الرياضة الصبح بقى على النيل، وتلاقي هنا في جيم صغير موجود فيه حاجات اللي هتحتاجها زي تريد ميل واجهزة كده ودمبل وكده. فدي من الحاجات اللطيفة. وعشان تكمل التجربة النوبية هتلاقي هنا ايه لك ان تتخيل. انا عن نفسي مش متخيل. انت هتلاقي هنا تماسيح النيل الصغيرة، فزي ما انتم شايفين في تماسيح نيل محطوطة هنا في قلب الأوتيل. وهتلاقي في مكان زي هنا هتلاقي فيه البار، تقدر كده ندخل نشوفه مع بعض. وطبعا عشان تكمل التجربة الجميلة فانت هنا عندك بار، تقدر تاخد هنا الدرينك بتاعك وتقعد بقى سواء في مكان هنا اندور اللي برضو جامع بين شكل الأوتيل والستايل النوبي، او تاخده بره. اهم حاجة بقى انت في كل مكان زي ما انتم سامعين يعني الميوزك اللي بتبقى شغالة كده تحس انت بتهدي لك اعصابك. فبصراحة الحوار ده عجبني قوي. يعني هم مهتمين بالتفاصيل لدرجة ان هو هنا كمان في ATM تقدر تسحب فيها فلوس لو انت عايز. فكل حاجة متاحة ومتوفرة في المكان ده. يعني بص انا بلف يعني 360 درجة عشان افرجكم على كل حاجة حرفيا في المكان. وزي ما انتم شايفين كده ورايا هتلاقي ان هو الالوان مختلفة ومتدرجة، يعني ما بين الاصفر، وبعد كده هتلاقي بيت تاني مثلا لونه ازرق، وبعد كده بيت تاني طالع بس شوية ولونه اصفر، وبعد كده مش عارفة احمر فاصفر في الوان. فحوار جميل قوي بصراحة. حتى السلالم عاملينها اللي هو التفاصيل النوبية بالالوان دي لو انت عاوز تقف تتصور هنا اصلا لوحدها. طبعا احنا دلوقتي بقى ايه يعني بعد ما خدنا جولة في الاوتيل، فماشي انا وصديقي علي في الممشى. فبصراحة احنا مستمتعين قوي بقى. يعني انت ايه رأيك يا صديقي؟ والله الفيو بالنسبة للفندق تحفة، مفيش اجمل من كده. طول ما انت ماشي على الممشى هتلاقي الطراز النوبي مع النيل بالظبط. كمان تلاقي دلوقتي احنا في كوبري كده في النص، في كوبري في النص كده، فدي حاجة في اجواء كده معيشها لك بصراحة. يعني تحس احنا مش عارفين نوصلها لك من كتر ما هي حاجة كده ممتعة. حقيقي من اجمل الحاجات هو وقت الغروب اللي تقضيه هنا وتشوف اجمل غروب ممكن تشوفه. وهنا في أسوان الغروب مميز جدا، وخصوصا ان انت المكان كله عبارة عن ممشى كبير كله حاجات خضار وشكل البيوت الجميلة، مع كمان اللي بيكملها هو شكل الغروب هنا المميز جدا. ووراك كده الجبال ومنظر تدريج حتى الالوان. سبحان الله هنا في النوبة وما تطلع بره القاهرة عموما بتلاقي شكل الغروب والالوان بقى، يعني لون الاحمر والتداخل بتاعه الاورنج. سبحان الله المنظر بيبقى
خطير. واجمل حاجه بقى ان هم على طول في الممشى مشغلين بقى ميوزك وحاجات بقى لأم كلثوم وحاجات كده بتوديك كده في مود تاني، مع كمان المنظر والفيو والشجر والخضار اللي انت حواليك ده كله، فبتوديك كده في مود مفيش احلى من كده. وخصوصا بقى كمان وانت بالليل كده تقعد كده تشرب كوبايه قهوه كده في التيرس بتاعك اللي بيبص على النيل، فبتوديك في مود مفيش احلى من كده حقيقي يعني. اجواء مميزه جدا. تعالوا كده اسمعكم مشغلين ايه دلوقتي. بص الروقان. مفيش احلى من كده بصراحه. صباح الخير، يوم جديد بقى هنا في الاوتيل. تعالوا بقى اخدكم في جوله كده الصبح، بس قبل بقى ايه ما ناخد اي جوله مع مستر علي. صباح الخير يا صديقي. وبقى الفطار على الفيو ده على النيل، ومعاك علي، يعني مفيش احلى من كده. بس هو ده يعني الفطار بتاعنا. فالفطار فيه يا صديقي يعني احكي لنا. الفطار عندنا اومليت وفي فول وفي طعميه هيت وطبعا المكان هنا بيتميز بحاجه حلوه جدا، التنظيم في كل حاجه، بجد كل حاجه منظمه بشكل رائع يعني. واكتر حاجة كملت التجربة وخلتها تجربة متكاملة في الاوتيل هو تجربة الاكل اللي كانت مميزة جدا، وحقيقي اديها 10 من 10 ومن اجمل الفنادق اللي اكلت فيها في مصر.